السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة السائلة الكريمة بتقول ماكينة الأوفر عندي كل ما بتقطع الخيط وألضمها وابتدي يعني مثلا أكمل شغل تاني زي الشغل اللي احنا شايفينه دوت، وأدخل بالشغل يا دوب يعني ما يمشيش 10 سنتي ويروح قاطع الخيط تاني. فلما تواصلت معاها يعني اتضح لي يعني إن هي بتدخل يعني لما تكون عاملة شوية مثلا الأوفر اللي بره ده والخمسة فتلة، يعني الاتنين اللي هم التقفيل دول اللي قطعوا، فهي بتروح يعني عايزة تكمل شغلها، فبتروح داخلة ايه يعني بالاوفر دوت تحت السكينة، تروح داخلة بالشغل بتاعها الجديد يعني او اللي عايزة تكمله تحت السكينة. فالاوفر يعني او اي كلكعة او اي خياطة ما تتفقش ابدا مع السكينة ديت، يعني لازم نبعد الشغل بتاعنا، يعني الاوفر يبقى هنا كده نبعده عن السكينة عشان خاطر يمشي معانا وما يقطعش، علشان لما ندخل اي حاجة تحت السكينة هنا السكينة ديت يعني مش هتستحمل ايه الاوفر والخيوط والكلام ده كله. لا، نبعد عنها شوية كده ونقطع براحتنا، هتقطع معانا وتبقى تمام التمام. لكن لو حطيت اي حاجة تحت السكينة هنا هتروح ايه قاطعة للخيوط دي كلها وهتعمل لي مشكلة وتكلكع لي القماش. خلوا مسافة يعني كويسة بعيدة عن السكينة، هتمشي معاكم ان شاء الله ومش هتقطع معاكم تاني. ولو عجبكم الكلام ده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوني اعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.